في عام 2014 في إحدى قرى المغرب جلس مجموعة من الشباب يتحدثون عن أكثر شيء يخيفهم. منهم من قال الظلام، وآخر قال المرتفعات. لكن شابا يدعى ياسين ابتسم وقال بثقة: أنا ما بخاف من شيء، حتى الموت نفسه. مستعد أدفن نفسي ساعة كاملة تحت الأرض. ضحك الجميع، ثم تحولت الضحكة إلى تحدي، وياسين قبل التحدي بلا تردد. في اليوم التالي اجتمعوا خلف منزل مهجور في أطراف القرية. أحضروا مجرفة، قنينة ماء، أنبوبة تنفس، وهاتف محمول للاطمئنان. بدأوا الحفر، حفرة بعمق 1.5 متر تقريبا، وياسين يضحك ويقول: هذه أبسط مغامرة سويتها بحياتي. نزل إلى الحفرة بنفسه، وضعوا الأنبوبة عند فمه، وغطوه بالتراب بهدوء. الجميع كان يضحك، يصور، يمزح. لكن دقائق قليلة قلبت كل شيء. مرت 10 دقائق، ثم 20، ثم 30. فجأة بدأ صوت الأنبوب يتقطع، أنفاسه أصبحت ضعيفة، ثم توقفت تماما. في البداية ظنوه يمزح، لكن الصمت كان ثقيلا، مرعبا. صرخوا باسمه، لا إجابة. بدأوا الحفر بجنون، الأيادي ترتعش والقلوب تخفق، وأخيرا وصلوا إليه. وجهه كان أزرق، عيناه نصف مغلقتين، لا حركة. حملوه إلى المستشفى. الطبيب نظر إليهم بهدوء وقال: الاختناق كان تدريجيا. قلبه توقف قبل دقائق. صدمة، مأساة. التحدي الذي بدأ بضحكة انتهى بجنازة. كتب أحد أصدقائه لاحقا: لم يكن ياسين يخاف من الموت، لكن الموت كان أقرب مما نتخيل.